واحد الاخت كتقول الخيانه كيفاش نتجاوزوها بوجود اطفال وما عندك فين تمشي. اول حاجه اختي غنهضر عليها هي كيفاش نتجاوزوا الخيانه. انا هنا غادي نقول لك اختي احسن طبيب نفساني واحسن طريقه باش تجاوزي الخيانه ديال الزوج ديالك، حيت الصراحه الخيانه هي اللي كتكسر النصف الكبير في المراه عاطفيا. انا كنوصيك يا اختي باش ترجعي الله سبحانه وتعالى وطلبيه رزقك صبر، حيت اهم حاجه هي الصبر. تاني حاجه حاولي ما امكن ديري الدعاء وطلبي من الله سبحانه وتعالى ينزل عليك السكينه وينزل عليك الطمأنينة باش تقدري تجاوزي هاد الضغوطات والحاله النفسيه اللي انت فيها. تاني حاجه غنهضر عليها هي بوجود اطفال. مني كيكونوا الوليدات الاكثريه و99% انا كنصح المراه تحاول تصلح الا كاين ما يتصلح بينها وبين الزوج ديالها، حيت بالنسبه للخيانه الا لاحظنا ولا درنا واحد الملاحظه الاكثريه كنلقى واحد الخيانه الكترونيه. الراجل تيوقع بين وبين مرته واحد الفراغ العاطفي، تيولي شاد التليفون تيهضر مع هادي وتيهضر مع هادي وشاد التليفون بالليالي والليالي. ولكن الاكثريه كاين الخيانه الالكترونيه ماشي الخيانه المباشره اللي الزوج كتمشي كيلقى مع يمشي مع واحد السيده واحده اخرى. ما علينا، المهم غادي نرجع لك نقول لك بوجود اطفال يا اختي. مني كيكونوا الوليدات دائما خاص المراه ما تحكرش وتخلي الماء منين يدوز على وديت الوليدات. وما تقوليش ليا حيت ما عندكش فين تمشي، لا اختي ما كنصبروش حيت ما عندناش فين نمشيو، كنصبروا حيت على وديت وليداتنا، كنصبروا حيت باغي نصلحوا الامور بيني وبين الزوج ديالي اولا بينك وبين الزوج ديالك، كنصبروا حيت باغيين السكينه والطمانينه في الحياه الزوجيه ديالنا، كنصبروا حيت بغينا وليداتنا يكبروا مع الاباء ديالهم. انا دائما تنقول لكم وانا دائما الهدف ديالي هو الحفاظ على الاسره، والشعار ديالي هو ما تحكريش بطبيعه الحال، ولكن دائما تنقولوا التمسوا الاعذار بعضياتكم وما تمسحوش الموده بالخطا، وما تمسحوش الموده بالخطا، ولكن حاولوا تمسحوا الخطا بالموده والعشره والمحبه اللي كانت بيناتكم. ولهذا نصيحتي اللي ننصحك يا اختي، انا نهضر معاك بحال اختك ولا بحال شي وحده اللي باغا لك الخير. راه ما تقوليش لي راه عند باك ولا ماشي عند باك، ولا عندك فين تمشي ولا ما عندكش فين تمشي. راه بلاصه المراه الحقيقيه سواء خدامه ولا ما خداماش هي دارها مع وليداتها. تحاول تصلح الا كاين ما يتصلح ما بينك وبين الزوج ديالها، وكوني على يقين الا درتي الدعاء من عند الله سبحانه وتعالى، حيت الله بوحده هو اللي قادر على داك الزوج، وطلبي من الله يصلح هذاك الزوج ويغير الاحوال والامور ديالكم. كوني على يقين بان الله سبحانه وتعالى غادي يستجيب لك. ولهذا اختي الله ينزل عليك السكينه والطمانينه، الله يحفظك، الله يرزقك الصبر حيت اهم حاجه. ودائما تنقولها لكم حاولوا ما امكن تصلحوا وما تحاولوش. انا كنوصي دائما الاخوات عمرك تلقي الحبل ديال راجلك، دائما حاولي تجبدي عندك الزوج ديالك. كاين نفور عاطفي، كاين فراغ بينك وبين الزوج ديالك، كاين واحد النفور بينك وبين الزوج ديالك. نجلس مع راسي انا بالنسبه لي المراه الحكيمه هي اللي كتجلس مع راسها وتحاول تحل المشكل فين كاين. الا كاين المشكل من الزوج نحاول نجلس معاه بالتي هي احسن ونحل الامور بيني وبينه. نجلس مع راسي ونعترف حتى انا بالاخطاء ديالي، حتى حنا راه كنغلطوا. نجلس مع راسي ونقول يمكن انا فيا واحد الاخطاء خصني نغيرهم، طريقه التعامل ديالي، ونحاول ما امكن نصلح اموري بيني وبين راجلي بالتي هي احسن. نصيحتي ليك ولجميع الخواتات، راه ما جاتش يا اختي ما كاينش فين نمشي ولا ما كاينش فين نجي ولا حيت انا ما خداماش ولا هادي ولا هادي، لا، راه كاينين خدامات وصابرات كيحاولوا يصلحوا بينهم وبين الازواج ديالهم باش ما يشتتوش داك العش وما يشتتوش داك الوليدات. دعائي ليك اختي
الله يرزقك الصبر، حيت في الزواج اهم حاجه هو الصبر. تاني حاجه، الله يرزقكم السكينه والطمانينه، والله يصلح امورك بينك وبين راجلك.